فيه ناس بتدخل أي مكان والكل يلفت انتباهه ليهم، مش عشان أغنياء ولا وسيمين، لكن لأن عندهم ثقة خلتهم يبانوا كأنهم أبطال فيلم حتى لو في أوضة ضيقة. والنهاردة هقولك على 7 أسرار نفسية خطيرة هتخلي ثقتك بنفسك تضرب السقف من غير ما تبقى مغرور ولا حتى محتاج تقول ولا كلمة. كان في شاب اسمه كريم طول عمره حاسس إنه أقل من الناس، مش بسبب شكله ولا لبسه ولا حتى مستواه الدراسي، بس دايما حاسس إنه بيتوه وسط الناس. لو قاعد في تجمع يبقى ساكت، لو اتكلم صوته يتهز، لو بص في المراية يشوف واحد عادي جدا. وفي مرة حصل موقف غير له كل حاجة. كان قاعد في مقابلة شغل قدامه منافس واضح إنه أصغر منه وأقل في الخبرة، بس الطريقة اللي الشخص ده دخل بيها، ابتسامته، جسمه المفرود، طريقته في الكلام، خلوه يبان كأنه هو المدير مش المتقدم. والمفاجأة الشغل راح له مش لكريم. كريم ساعتها فهم إن اللي ناقصه مش مهارة ولا شطارة، اللي ناقصه هو الثقة بالنفس. بس الأهم من كده إنك تكتسب ثقة حقيقية مش تمثيل من غير ما تبقى مغرور، وده اللي هنعرفه دلوقتي. السر الأول، افهم مصدر الثقة الحقيقية. أول حاجة لازم تعرفها إن الثقة مش جاية من الناس بتقولك برافو، ولا من عدد لايكات على صورة، ولا من لبسك أو شكلك. الثقة الحقيقية بتيجي من مصدر داخلي. انت بتعرف قد ايه انت كافي حتى لو مفيش حد بيقولك كده. دراسة من جامعة هارفارد أثبتت إن الأشخاص اللي بيفكروا بإيجابية عن أنفسهم حتى بدون تشجيع من الآخرين بيحققوا نجاحات أعلى بمرتين. ابدأ بكلمة أنا كافي حتى وأنا لسه بتعلم، قولها لنفسك بصدق يوميا. السر الثاني، اشتغل على الهيئة الجسدية. وقفتيك جاش ثقتك. دراسة مشهورة من جامعة كولومبيا كشفت إن مجرد إنك توقف بطريقة معينة، صدر مرفوع، رقبتك مستقيمة، عينك في عين اللي قدامك، ده بيرسل إشارة لمخك إنك قوي حتى لو كنت خايف. جرب تقف كده دلوقتي وحس الفرق. دماغك بياخد أوامر من جسمك مش العكس. الثقة مش بس إحساس، الثقة وضعية. السر الثالث، اقهر الناقد الداخلي في صوت جواك بيقولك انت مش قد كده، الناس هتضحك عليك، ملكش قيمة. الصوت ده مش حقيقي، ده مجرد تسجيل قديم من تجارب الطفولة، من شخص قالك حاجة، من موقف كسرك، لكن انت مش الصوت ده. كل ما تسمع صوت الناقد الداخلي اسأله سؤال واحد، هل في دليل على اللي بتقوله؟ هتلاقيه بيهرب. لو كل يوم سجلت 3 حاجات حلوة عملتها حتى لو بسيطة، بعد شهر دماغك هيبدأ يبرمج نفسه على الإيجابية والثقة. السر الرابع، احط نفسك في دوائر القوة. انت بتاخد طاقة من الناس اللي حواليك. لو حواليك ناس بتقلل منك، بيشككوك، بيضحكوا على طموحاتك، مهما عملت ثقتك هتفضل منخفضة. لكن لما تبقى وسط ناس إيجابيين بيسمعوك، بيدعموك، دماغك بيتبرمج تلقائيا إنك تستاهل النجاح. في دراسة من ستانفورد قالت إن اللي عنده صديق واحد داعم بس فرصته في النجاح بتزيد بنسبة 58%. لو ما عندكش الدايرة دي ابنيها. اختار الناس اللي بيشوفوا فيك الحلو قبل ما تشوفه انت. السر الخامس، الفشل مش عكس النجاح، ده جزء منه. كل الناس اللي بتحس بثقة رهيبة وقعوا قبل كده، بس السر إنهم ما خلوش الفشل يقول عنهم إنهم مش كفاية، بل قالوا لنفسهم أنا بتعلم. جيف بيزوس مؤسس أمازون فشل في أول مشروع ليه، لكن لأنه كان شايف نفسه قادر كمل وغير العالم. الثقة مش إنك ما تغلطش، الثقة إنك لما تغلط تقوم وتحترم نفسك أكتر. السر السادس، تكلم حتى وانت خايف. في اعتقاد منتشر إن الناس الواثقة ما بتخافش، وده كذب. الناس الواثقة بتخاف بس بتتكلم رغم الخوف. كل مرة تهرب من الكلام انت بتعلم دماغك إنك ضعيف، لكن كل مرة تتكلم حتى بصوت هادي، حتى بجملة بسيطة، انت بتبني عضلة اسمها الجرأة. وكل ما تتكلم أكتر الثقة بتكبر أكتر. ابدأ بجملة واحدة في اليوم حتى لو تقول أنا عندي رأي مختلف. السر السابع، خليك واضح في اللي انت عايزه. أكبر علامة على الثقة الحقيقية إنك تكون عارف انت عايز ايه وبتتحرك نحوه، حتى لو ببطء، حتى لو الناس مش فاهمة. معظم الناس تايهين وبيقلدوا، عشان كده ثقتهم بتتهز مع أي ريح جاية. لكن الشخص الواثق هو اللي عنده بوصلة داخلية، مش لازم يكون وصل بس عارف الطريق. خد ورقة واكتب أنا عايز إيه، فين هدفي،
إيه الخطوة الجاية؟ واضح؟ شاش واثق. مفاجأة أخيرة: الثقة لا تساوي الغرور. الغرور بيقول أنا أحسن منكم، الثقة بتقول أنا مش أقل منكم. الغرور بيغطي على نقص داخلي، الثقة بتلمس أساس داخلي ثابت. وده سر بسيط بس خطير: الناس بتحب تتعامل مع الواثق وبتهرب من المغرور. فخلي دايما نيتك من الثقة إنك تتطور مش تتعالى، تثبت لنفسك مش للعالم. عاوز تزيد ثقتك بنفسك؟ ابدأ بخطوة واحدة من اللي قلناهم النهاردة مش بكرة. حط المراية قدامك وبص فيها وقول لنفسك أنا كافي، أنا بتطور، أنا جدير. ولو حابب تشوف فيديوهات أكتر تغيرك من جوه، اشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب لي في التعليقات إيه أكتر نقطة لمستك وهتبدأ بإيه أول حاجة. فكر دايما، الثقة مش إنك متكملش غلط، الثقة إنك تكمل رغم الغلط.